السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. طبعا فيديو النهاردة فيديو مهم جدا، هنتكلم فيه عن تصويت رابطة الأندية. رابطة الأندية عاملة تصويت لأفضل جناح في الدوري المصري على تويتر، وزيزو خسران قصاد رفيق قبو. هنتكلم كمان عن تسريب عقد زيزو طبعا بعد رحيل مجلس الإدارة بيوم، وبدأت الحرب على الزمالك. طبعا الناس مش عاوزة تسيب الزمالك في حاله، يعني نفس كل الأزمات والدنيا اللي احنا فيه دوت، وحتى المجلس اللي مشي برضه والجماهير اللي كانت مؤيده ليه، بدات الحرب على الزمالك وعلى اوضه اللبس داخل نادي الزمالك. طبعا كلنا شفنا تصويت كاس الرابطه او تصويت رابطه الانديه على تويتر. طبعا افضل جناح في الدوري المصري الموسم اللي فات، حاطين فيه زيزو ومصطفى فتحي وجريندو، وحاطين فيه رفيق قبو. رفيق قبو حتى الان يتفوق على زيزو في التصويت. طبعا يعني هل انبي له جماهير؟ لا. امال رفيق قبو متفوق على زيزو في التصويت ازاي؟ وهل زيزو اصلا يحتاج الى تصويت؟ من الاول ومن الاخر دي كلها مجموعه لجان. هل كل جمهور الزمالك على تويتر او عنده تويتر؟ لا، مش كل جمهور الزمالك على تويتر. هل كل جمهور الاهلي على تويتر؟ يعني مثلا كل جمهور الاهلي بقى عنده تويتر؟ لا، دي لجان الكترونيه. لما بتعوز تزود فيديوهات لايكات بتزود، بتعوز تزود تصويت بتزود، حتى الفيديوهات المشاهده لها سيرفرات بتزود مشاهده الفيديوهات على اليوتيوب وعلى فيسبوك. كل حاجه موجوده، سيرفرات ولجان بتزود التصويت وبتزود المشاهدات وبتزود التفاعل وبتزود الشير. اللي انت عاوزه موجود، كل حاجه موجود، ولكن بالفلوس. دي اول حاجه. هل في عاقل يقول ان مثلا رفيق قبو افضل من زيزو؟ لا، زيزو افضل لاعب في مصر اخر 3 سنين. اي عاقل هيقول كده ويحط تحتها 100 خط. واي واحد بيفهم كوره عارف ان زيزو افضل لاعب في مصر، مش محتاج تصويت علشان يكون هو الافضل، ويحط تحتها مليون خط. واحد بيفهم كوره، مش مجرد جماهير عاوزه تخش تخسر اي لاعب وخلاص. يعني مثلا انا كجمهور الزمالك لو مثلا، او كجمهور الاهلي لو مثلا في التصويت ده محطوط مثلا مع زيزو مثلا حسين الشحات، انت لك الحق ان انت تكسب اللعيب بتاعك. انما التصويت حاطين فيه مصطفى فتحي وزيزو وجريندو ورفيق قبو لفريق امي اللي هو اصلا ملوش جمهور، فازاي ان هو يفوز على الزمالك اللي عنده جماهير؟ فانت كجمهور الاهلي بتعمل حاجه اسمها ايه، ان انت بتفهم يعني، وانا هخش اخسر زيزو ما اعرفش ايه. بالعقل زيزو افضل لاعب في مصر، مش محتاج اي تصويت. واي واحد بيفهم كوره وحط تحتها مليون خط، اي واحد بيفهم كوره عارف ان زيزو افضل لاعب في مصر اخر 3 سنين. ومش انا اللي بقول كده، ارقام زيزو بتقول كده. دي الحاجه الاولى، مش محتاج تصويت عشان نقفل القصه دي. نروح للحاجه اللي بعد كده. طبعا تسريب عقد احمد سيد زيزو. طبعا بعد رحيل مجلس اداره الزمالك تم تسريب عقد احمد سيد زيزو على ان يتقاضى اللاعب في ال3 سنين مع الزمالك تقريبا فوق ال 100 مليون، ما بين في الموسم الاول 21 مليون، الموسم الاول 23 مليون، الموسم الثاني 31 مليون، والموسم الثالث 31 مليون، بالاضافه الى مكافآت خاصه في حاله ان الزمالك فاز بالدوري مثلا، فزيزو يحق له ان هو ياخد 600,000 666,000. لو الزمالك فاز بدوري ابطال افريقيا فزيزو كمان هياخد مليون و333,000. ولو زيزو شارك في 15 مباراه خلال الموسم هياخد 3 مليون كمكافآت ديت خاصه بجانب راتب زيزو السنوي. هل احمد سيد زيزو يستحق؟ احمد سيد زيزو يستحق. يعني المبلغ اللي هو بياخده ده ما يقارب مليون دولار حاليا. يعني احمد سيد زيزو بياخد مثلا راتب سنوي ما يقارب مليون دولار. تعال شوف، انت عندك جايب سامسون بياخد 800,000 فوق ال 20 مليون جنيه، عمل حاجه مع الزمالك السنه دي؟ ولا اي حاجه، فلوس مهدره في الارض. عندك ابراهيم انضاي بياخد 850,000 دولار في نادي الزمالك. هل هو يستحق؟ لا، ما يستحقش. يبقى انا عندي زيزو لما اديله 30 مليون في السنه او اديله ما يقارب مليون دولار قليل على زيزو، والله العظيم قليل على زيزو. لاعب زي زيزو لو انا بحسبه محترف اجنبي لا يقل عن 2 مليون دولار، لا يقل عن 2 مليون، اي ما يعادل 60 مليون. يعني انا كان عندي اشرف بن شرقي هموت واقعده وكنت هديله راتب 2 مليون دولار، يعني ما يقارب 60 مليون جنيه، وما قعدش. ودلوقتي اشرف بن شرقي لو رجع نادي الزمالك مش هياخد اقل من 2 مليون دولار. فزيزو لا يقل عن اشرف بن شرقي، بل بالعكس اشرف بن شرقي كان طول الموسم شويه حلو وشويه وحش، شويه مثلا غطسان وشويه، انما زيزو مستواه ثابت تقريبا طول الموسم، وكان من افضل لاعبي الزمالك اخر 3 مواسم. فهو يستحق المبلغ، يستحق المبلغ. فما تخليش حد يخليك تهد فرقتك بايدك. يا جمهور الزمالك، الناس دي دلوقتي بتحاول توقع اوضه اللبس باي طريقه علشان الاداره ما يبقاش عندها حل واحد غير ان هي تبيع احمد سيد زيزو وتتخلص منه بسبب الراتب العالي، وبسبب طبعا مشاكل اوضه اللبس اللي هتحصل. طب ليه التسريب ده حصل دلوقتي؟ عشان يحصل عندك مشاكل في اوضه اللبس وتضطر ان انت تبيع احمد سيد زيزو. لان لو فتوح بعد ما سمع الارقام اللي موجوده دي، ففتوح مش هيجدد باقل من 20 مليون في السنه. ده لو هو حابب نادي الزمالك، تمام؟ فعشان كده
دي بعض التسريبات اللي بيحاولوا لسه يدمروا بيها نادي الزمالك. اشمعنى نادي الزمالك هو الوحيد اللي في مصر اللي بيتم تسريب العقود ليه؟ ماشي. فانا كلاعب، انا كجمهور نادي الزمالك، زيزو قليل عليه 30 مليون، يعني ما يعادل مليون دولار. ماشي. الاضافات دي موجوده في اي بلد في العالم، لو خدنا دوري مثلا هياخد مكافاه، لو جاب سجل عدد اهداف بياخد مكافاه، مفيش فيها اي مشكله. انما زيزو يستحق اكتر، يستحق اكتر. زيزو سايب في السعوديه 3 مليون ونص دولار، اي ما يعادل 100 مليون في السنه. يعني زيزو لو راح السعوديه في عرض الشباب هياخد 10 مليون دولار ونص، اي ما يقارب نص مليار جنيه. يعني زيزو اصلا قاعد في الزمالك وعنده عقد جاله دلوقتي من الشباب السعودي ما يقارب نص مليار جنيه. عارف يعني ايه ما يقارب نص مليار جنيه؟ يعني 500 مليون جنيه. زيزو حق ليه في 3 سنين مع الشباب ان هو هياخد 500 مليون جنيه. رقم كبير، رقم خيالي. امام عاشور لما رمى له 25 مليون جنيه، بالاضافه ل 5 مليون اعلانات، بالاضافه ل 5 مليون هدفعهم رجال الاعمال، بالاضافه لعربيه رانج روفر، باع الزمالك وباع كل الناس وباع الجمهور وباع كل حاجه والانتماء، وراح بس الفالنه. فانت زيزو لاعب بيحبك ومستمر معاك، ايوه بياخد راتب كبير، ايه المشكله؟ نجم الفريق يستحق ياخد راتب كبير. يعني انا عند عمرو السيسي بياخد 15 مليون، عمل ايه عمرو السيسي اصلا ب 15 مليون ولا بياخد؟ عمر جابر بياخد 15 مليون، عمل ايه عمر جابر ان هو بياخد؟ زيزو نجم الفريق، لازم النجم في اي مكان. يعني محمد صلاح في ليفربول بياخد اعلى راتب لان هو نجم الفريق، فعشان كده نجم الفريق يستحق ان هو ياخد اكبر راتب، وراتب مش مبالغ فيه. انا شايف ان هو راتب مش مبالغ فيه. الراجل سايب في قطر السنه اللي فاتت مبلغ كبير، 2 مليون او 3 مليون دولار، برده كان ما يعادل 100 مليون. فالزمالك حاول يجدد معاه وقرب المسافه، بدل ما اللاعب هياخد 100 مليون مثلا انا هديله مثلا 30 مليون بالاضافه الى امتيازات ثانيه في الموسم، عشان اللاعب يكون باقي والزمالك يقدر ينافس الزمالك. يعني زيزو دوت بمراحل زيزو ماشي في وجود الاداره اللي مشيت، فزيزو راحل نص الزمالك، نص الزمالك، قوه الزمالك الهجوميه نصها خلص. ماشي. فنتمنى من جمهور الزمالك ان هو ما يمشيش ورا الناس اللي بتقول لك ان زيزو هيدمر اوضه اللبس وكل الكلام الجميل ده. الاهلي بيدفع لحسين الشحات وكهربا وامام عاشور فوق ال 30 مليون، ولكن عباره عن النادي بيتحمل 20 مليون مثلا، 5 مليون اعلانات، لان طبعا ما فيش اعلانات في مصر الا لعيبه الاهلي. يعني زيزو افضل لاعب في مصر في 3 مواسم وخدنا 2 دوري، ما حدش بيعمل اعلانات الا لعيبه الاهلي في مصر، ما حدش بيعمل اعلانات الا لعيبه الاهلي. ماشي. و5 مليون رجال الاعمال هيدفعوهم للشحات وكهرباء وامام عاشور. فزيزو يستحق مبلغ، ايوه يستحق المبلغ اللي بياخده ما يعادل مليون دولار. يعني انا عندي سامسون اللي هو اصلا نايم طول السنه في البيت بياخد 800,000 فوق ال 20 مليون، وعندي ابراهيم نضاي بياخد فوق ال 20 مليون. ماشي. وهو نايم وما يلعبش، يعني لاعب طول الماتش ما فيش، بيلوش طول الماتش. فنتمنى ان شاء الله الهدوء خلال الفتره اللي جايه، وما تخلي جمهور الزمالك ما يمشيش ورا الاشاعات والناس اللي عاوزه تدمر فريقك زي ما دمرت محمود علاء ودمرت فريقك. الناس ديت عاوزه تصدر لك ازمات دلوقتي عشان تتخلى عن زيزو وعشان تخش الموسم بقايمه فاضيه حرفيا والقيد مقفول عندك. وبكده نكون وصلنا لهذا الفيديو النهارده. ما تنساش تدعمنا بلايك الفيديو وتشترك في القناه وتتابع الصفحه لو انت على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.